هو يعني ايه فايدة البنك؟ وليه بتزيد في كل يوم كده؟ وانت بتتفرج على الاخبار تلاقي المذيع بيقول لك البنك المركزي قرر رفع في سعر الفايدة بنسبة 1%. والناس كلها بتسأل يعني ايه الكلام ده؟ وايه علاقة الفايدة بالاسعار؟ النهاردة في اقتصاد ببساطة هنفهم يعني ايه فايدة وليه بتزيد وليه بتقل. اول حاجة لازم تعرفها، الفايدة هي تمن الفلوس. يعني لو انت رايح تقترض من البنك هيقول لك خد المليون ورجعه لي مليون ومئة ألف. المئة ألف دي هي الزيادة اللي هي الفايدة اللي احنا بنقول عليها. وفي نفس الوقت لو انت اللي حاطط فلوسك في البنك، البنك بيدي لك فوائد علشان يستخدم فلوسك في القروض. يعني الفايدة ليها وشين، وش بيكسب ناس اللي هي بتحوش طبعا، ووش تاني بيكلف الناس اللي هي بتقترض. طيب البنك المركزي بيتحكم في الفايدة ديت ليه؟ ببساطة هو بيستخدمها كمفتاح للاقتصاد. لو الأسعار بتغلي يعني فيه تضخم، البنك يرفع الفايدة علشان الناس تقلل القروض وتبدأ تحوش من جديد. النتيجة الفلوس تقل في السوق والأسعار تهدى شوية. طيب لو الاقتصاد نايم، الناس مش بتصرف والمصانع مش بتبيع، هنا البنك المركزي يعمل العكس، يقلل الفايدة علشان يشجع الناس تاخد قروض وتستثمر وتصرف. يعني الفايدة زي بنزين الاقتصاد، لو زاد أو قل غلط، العربية تقف أو تتحرق. خليني أديلك مثال من حياتنا اليومية. لما الفايدة تعلى القروض تبقى غالية، فالناس تقول لا مش هناخد قسط شقة دلوقتي. بس في نفس الوقت الناس اللي حاطة فلوسها في البنك تفرح علشان العائد زاد. العكس تمام، لما الفايدة تقل القروض تبقى أرخص، فالناس تشتري وتستثمر أكتر. يعني ببساطة رفع الفايدة بيساوي تقليل التضخم بس بيبطئ الاقتصاد، وخفض الفايدة يساوي نشاط اقتصادي بس ممكن يولد تضخم. علشان كده البنك المركزي دايما بيوازن بينهم زي ما المايسترو بيقود فرقة موسيقية. في النهاية الفايدة مش حاجة تخوف، هي أداة بيتحكم فيها البنك في حركة الفلوس. كل ما تفهمها أكتر تعرف إمتى تحوش وإمتى تستثمر وإمتى تاخد خطوة ذكية. عايزك دايما تفتكر اللي فاهم الاقتصاد بيكسب حتى وقت الأزمة. لو فهمت يعني إيه فايدة البنك وليه بتزيد وتقل، دوس لايك واشترك في القناة علشان الفيديو الجاي يوصلك مع قناة اقتصاد ببساطة. افهم علشان ما تنخدعش. في أمان الله.